بيبدأ معانا الجزء التاني بمشهد لبنت صغيرة واقفة في حظيرة حيوانات، والبنت بتكون خايفة جدا وبتتنفس بصعوبة شديدة وبتبص على ايديها لقيتها مليانة دم. ومن المفاجأة بترجع خطوتين لورا وبتسمع صوت بينادي عليها وبيقول لها تعالي لماما، وبتعلى أصوات كتيرة قوي حواليها وبتغطي ودانها من شدتها. ولو ما شفتش الجزء الأول من الفيلم هتلاقيه على قناتنا، تقدر تشوفه في أي وقت. ننتقل بعدها للماضي في فصل الربيع تحديدا، وبنشوف أتوبيس مليان ناس طالعين رحلة وعمالين يغنوا. وبعد ما بيقطعوا مسافة كبيرة كل الناس اللي في الأتوبيس بيناموا ما عدا بنت واحدة بس، وبتاخد بالها إن في راجل قاعد في أول الأتوبيس ومركز معاها. وبعدها الأتوبيس بيغير اتجاهه وبيدخل طريق تاني، وبيوصلوا لمكان مهجور، وبيشاور الراجل الغريب اللي في أول الأتوبيس لزميله، وبيلبسوا أقنعة غاز وبيرموا غاز منوم في الأتوبيس كله. وساعتها بينزلوا طحن في الركاب، وبيروح الراجل للبنت اللي كان بيبصلها وبيخطفها. وبعدها بتفوق البنت المخطوفة عشان تلاقي نفسها في معمل، وبتشوف في التلفزيون خبر عن أتوبيس وقع من فوق الجسر، وبتعرف إنه نفس الأتوبيس اللي كانت راكباه. وبتظهر جنبها ست كبيرة وبتلعب لها في شعرها، وبتقول لها البنت المخطوفة إنها حامل. فبتطمنها الست الكبيرة وبتقول لها ما تقلقيش، أنا عارفة إنك حامل، وحامل كمان في بنوتة زي القمر، وهيكون ليها بعدين أخت أصغر منها هتبقى التوأم بتاعتها، وهيكون ليهم إخوات كتير قوي. وقتها البنت المخطوفة مش بتكون فاهمة أي حاجة وبتسألها عن قصدها. وفي نفس الوقت بتظهر ست تانية شبه الست الكبيرة بالظبط بس أصغر في السن، وبتقول إن البنت المخطوفة دي باين عليها مش عارفة حقيقتها. وفي الوقت الحاضر في فصل الشتاء تحديدا بيتعرض مختبر سري للهجوم، وبنشوف بنت موجودة في معمل وهدومها غرقانة دم، والبنت دي بيكون اسمها آرك بتفوق بعدها وبتسحب كل الخراطيم اللي كانت متوصلة بجسمها وبتخرج من المعمل، أو بمعنى أصح المذبحة، لأن الطريق اللي هي كانت ماشية فيه كان عبارة عن جثث مترمية. وفي حتة تانية من كوريا بنشوف أسطول عربيات بيتحرك لقصر قريب من البحر، والراجل الكبير بتاعهم اسمه جانك رئيس معاهد أبحاث سرية. وقتها بيدخل جانك القصر وبيقف قدام شباك على البحر، وبنشوف عروق سودة بتظهر في وشه وفي رقبته. فاكرين الست الكبيرة اللي كانت قاعدة جنب البنت المخطوفة؟ أهي دي بتكون صاحبة القصر والمديرة العام بتاعته، وجانك كان رايح يقابلها بس بتكون قاعدة على كرسي متحرك. لكن تفتكروا ليه؟ أيوة صح، الست دي هي نفسها دكتورة بيك، الدكتورة المجنونة بتاعة الجزء الأول. وقتها بتقول له بيك سمعت إن حصل اختراق للمعمل بتاعك، وجانك بيرد عليها وبيقول لها أيوة فعلا حصل النهاردة الفجر، وبيكمل وبيقول لها إن المقر الرئيسي هو كمان اخترقوه. فبتسأله بتقول له تفتكر مين عمل كده؟ فبيقول لها إنهم بشر معدلين من الجيل اللي فات، وبيلمح لها إنها ممكن تكون متورطة في الهجوم ده. وبنشوف بعدها آرك اللي خرجت من المعمل بتتمشى في التلج لحد ما بتوصل لطريق سريع، وبتعدي من قدامها عربية وكانت هتخبطها على آخر لحظة. وبعد ما بتعديها بترجع لها تاني، وبيطلع لها راجل منها وبيسألها هي رايحة فين، بس هي ما بتردش عليه، فبيتعصب عليها وبياخدها معاه في العربية. ولما بتدخل العربية بتشوف بنت تانية قاعدة فيها، البنت اسمها كيونج، وبتتكلم كيونج وبتقول له انت اخدتها ليه، هي ملهاش دعوة بالحوار. فبيرد عليها وبيقول لها احنا خاطفينك مش بنلعب معاكي، والبنت دي احتمال تكون شافت ارقام العربية. فبتقول له كيونج هتشوفها ازاي، انت كنت ماشي على سرعة عالية جدا. فبتتكلم آرك الأول مرة وبتقول ارقام العربية صح، دي كمان قالت له ارقام كانت مكتوبة على ستيكر صغير جدا في اول العربية. وبعدها المجرمين دول بيتنمروا عليها وبيضايقوها هي وكيونج، فبتطحنهم آرك ومن قوتها خلعت ابواب العربية، وبتخرج العربية عن الطريق وبتخبط في شجرة. وبتفوق بعدها كيونج وبتلاقي آرك هتقتل واحد من المجرمين دول، بس بتوقفها وبتاخدها معاها وبتتصل على عمها عشان ياخدها. واول ما بيوصل عمها آرك بتنزف من مناخيرها وبيغمى عليها، وبياخدوها معاهم في العربية عشان يعالجوها. وهنا بنكتشف ان عم كيونج يبقى دكتور اصلا، وبيخرج حتت ازاز كتير قوي من جسم آرك، بس بيكتشف حاجة غريبة جدا، وهي ان جروحها بتلم بسرعة جدا. وبيبص للخمرة اللي في ايده وبيشك انها مغشوشة، وبيشوف برضو جسم غريب في الاشعة موجود تحت رقبتها. وبننتقل بعدها لمكان في اسيا الوسطى، وبنشوف بنت اسمها كاب قاعدة في وسط مذبحة وماسكة مسدسها وبتضرب ناس ميتة في دماغهم. وبتطلع بعد كده للعربية وبتقابل فيها واحد زميلها اللي بيزعق فيها وبيقول لها لو فضلتي تتدخلي كده لوحدك في اي مهمة هتموتي. وبتشرب شوية خمرة وبتطلع دفتر من ايديها فيه صور لاطفال وبتشطب على صورة فيهم. وبعدها بتروح كاب للبيت وبتنظف نفسها من الدم، وبيظهر عروق سودة في جسمها، وبنعرف ان عندها قوة خارقة، وبتخبط الحيطة خبطة واحدة تكسرها. وبعدها بتاخد دش وبتطلع تفتح
بتفتح اللاب بتاعها وبتاخد معلومات منه، وبنعرف بعدها إنها كانت في الناس اللي هجمت المعمل الرئيسي. وبننتقل بعدها لكيونج وأرك اللي بتكون مبسوطة جدا وبتشاور للحيوانات وهي راكبة العربية. وبعدها بيوصلوا لبيت كيونج وبيقابلوا أخوها الصغير، وبيلاحظ أخوها الجروح اللي في وشها وبيمسكها منها. وساعتها أرك بتمسك إيده وبتضغط عليها جامد، بس كيونج بتقول لها إنه أخوها الصغير وبيهزر معاها. فبيقول لها أخوها مين دي؟ فبتقول له كيونج إنها صاحبتها وهتقعد عندهم كام يوم. بعدها بتحضر كيونج العشاء وبتكون أرك مكسوفة تاكل، ولحسن الحظ بتقوم خناقة بعدها بين كيونج وأخوها، وساعتها أرك بتستغل الفرصة دي وبتاكل كل الأكل بسرعة. بننتقل بعدها للدكتورة بيك اللي كانت قاعدة مع كاب وصاحبها، وكانت بتديهم تعليمات عن مهمتهم الجاية وكل المعلومات اللي هيحتاجوها عن أرك، وبتقول لهم إنها أخت جاي يون، ودي البنت الخارقة بتاعة الجزء الأول. فبتسأل كاب عن جاي يون، فبترد عليها بيك وبتقول لها إنها اتشافت في المعمل الشهر اللي فات. وبتكمل بيك وبتقول لها إن جاي يون تعتبر أضعف من أرك، وده لأن جاي يون بتعتمد على المصل الأزرق. وساعتها بتقبل كاب المهمة بتاعتها وبتديها بيك جهاز تتبع عشان تعرف توصل لأرك بسرعة. وأول ما بيخرجوا من عند بيك بتلاحظ كاب إن في حد ماشي وراهم وبيخرجوا من الطريق، والراجل قاطرهم مش سايبهم. وبعدها زميل كاب بيتوههم وبيخبطهم بعربيته وبيلزقهم في الشجرة، وبيخرجوا من عربيتهم وزميل كاب بيطحنهم. وقبل ما بيمشوا كاب بتقول لهم يبلغوا رئيسهم إنه يقابلها. وبالليل في الأوضة بتاعتها أرك بتنزف من مناخيرها تاني وبيجيلها صداع شديد، وبتسمع مامتها بتنادي عليها. ولما بتفوق من الحالة دي بتطلع بره البلكونة وبتشوف عربيتين جايين على البيت. فبتخرج كيونج وهي ماسكة في ايديها بندقية وبتقف قدام العصابة لوحدها، وبنعرف انهم نفس العصابة اللي كانوا خاطفينها. فبتضرب كيونج طلقة في الجو عشان تخوفهم، بس العصابة بتمسكها وبتكتفها. وبيجي بعدها اخوها ومش بيعرف يعمل حاجة وبينضرب. ورئيس العصابة بيقول لكيونج كل ده ينتهي بجرة قلم، كل اللي عليكي انك تمضيلي على عقد تنازل عن الارض والبيت وكل واحد بعدها يروح لحاله. ولكن كيونج بترفض انها تمضي. في نفس الوقت أرك بتكون واقفة على سطح البيت وبتتفرج على اللي بيحصل، وبتنزل لهم أرك بعدها وبتتمشى بهدوء ناحيتهم، وراحت للراجل اللي كان بيضرب كيونج وادته بالرجل طيرته. وبعدها بتخلص على العصابة واحد ورا التاني، وبتيجي في الآخر لرئيس العصابة. ولما بتكون خلاص هتقتله كيونج بتوقفها وبتروح له وبتقول له مش عايزة أشوف وشك هنا تاني. وساعتها أخو كيونج بيعجب بأرك، وبتكون أخته بتعالج له جروحه وهو مش مركز معاها خالص، فبترخم عليه وبتدوس له على جروحه جامد. وفي الناحية التانية كاب بتلقط إشارة من أرك وبتعرف تحدد مكانها. وتاني يوم بتقابل جانك وبيكون هو اللي باعت الرجالة اللي كانوا ماشيين وراها، وسألها جانك عن سبب رجوعها، وبيقول لها أنا عارف إن بيك اتصلت بيها، بس بيسألها إيه اللي خلاكي ترجعي. وبيكمل وبيقول لها إن جاي يون اخترقت كل المعامل عشان تاخد المصل الأزرق بتاعها، وفي الآخر بتقول له ما يمشيش وراها تاني عشان المرة الجاية مش هتسكت. وبيروح رئيس العصابة ورجالته لعم كيونج وبيدخلوا عليه مكان شغله، وبيتكلم معاه رئيس العصابة وبيقول له إنه بيعمل عمليات تحت بير السلم، وبيهدده إنه هيقطع إيده اليمين. وبعدها بيطلب منه يقول له كل اللي يعرفه عن أرك. وفي العربية أخو كيونج بيوري أرك فيديوهات على موبايله، بس هي مش بتكون مهتمة بالفيديوهات، هي بتكون مهتمة بالأكل اللي بياكلوه. وبيوصلوا بعدها للسوبر ماركت، وساعتها أرك بتحس إنها دخلت الجنة، وبتكون مبسوطة جدا من كمية الأكل اللي موجودة. وبتيجي مكالمة لكيونج من عمها وبتعرف إنه في المستشفى وبتروح له جري، وبتاخده بعدها وبتروح للعيادة بتاعته، وهناك بيطلب منها إنها تسيب الأرض والبيت وتتقي شر العصابة. وبتخرج بعدها كيونج من عنده وبتدخل عربيتها عشان تلاقي كاب وصاحبها مستنيينها في العربية. وبيتصل رئيس العصابة بمنظمة شانغهاي وبيقول لهم المعلومات اللي عارفها عن أرك، وده لأنه كان طمعان في شوية فلوس، بس بدل ما المنظمة تبعت له فلوس بعتت له أشخاص عندهم قدرات خارقة. وأول ما بيدخل مكتبه بيلاقي الأشخاص دول مستنيينه وكل رجالته ميتين، وبيسألوه عن مكان أرك. ولما كيونج بترجع البيت بنكتشف إن كاب وصاحبها قالوا لها على كل حاجة عن أرك، ووروها فيديوهات ليها وهي بتقتل ناس في المعمل. وبيكون أخوها عايز ياخد أرك عشان يتفرجوا على الألعاب النارية، بس كيونج بترفض بشدة لأن كاب ورجالتها محاصرين المكان كله وعايزين يستغلوا الألعاب النارية عشان يغطوا على صوت ضرب النار بتاعهم. وبتطلب بعدها كيونج من أرك إنها تهرب. ساعتها كاب بتراقب البيت وبتلاحظ إن العصابة بتوصل للبيت وبتحاصره، بس المرة دي مجوش لوحدهم، دول جم مع الأشخاص الخارقين اللي منظمة شانغهاي بعتتهم. وفي اللحظة دي أخو كيونج بيشد أرك
الارك وبيطلب منها انهم يهربوا، وبتخرج لهم كيونج بالبندقية بتاعتها. والمرة دي بقى رئيس العصابة مش بيكون عايز الارك ده، كان جاي يسأل عن ارك، بس كيونج بتقوله معرفش حد بالاسم ده، وساعتها بيضربها رئيس العصابة بالنار. ومع انطلاق اول صاروخ من الالعاب النارية، كاب بتضرب صاروخ RPG على بيت كيونج عشان تقتل ارك، بس لحسن الحظ بتكون خرجت هي واخو كيونج من البيت. واول ما بيشوف اخو كيونج اخته وهي ميتة بيبكي وبيغضب جدا، وبيوعد رئيس العصابة انه هيقتله، بس رئيس العصابة بيحط البندقية على دماغه ولسه يضغط على الزناد. بتضربه كاب طلقة في كتفه وبتقول لهم يمشوا قبل ما تتعصب، بس قبل ما العصابة تهرب بتستخدم واحدة من رجالة المنظمة قدراتها وبتقتلهم كلهم. وبعدها بتبتدي معركة بين كاب ورجالتها ورجالة المنظمة، وبتقتل كاب واحد من رجالة المنظمة، وبعدها بتقع من فوق السطح وبتنزل جنب اخو كيونج وبتقول له انت بتعمل ايه هنا، اهرب بسرعة. وفي نفس الوقت رئيس العصابة بيرفع المسدس بتاعه وبيضرب طلقة على اخو كيونج، بس كاب بتفديه بجسمها، وبيروح صاحبها رئيس العصابة وبيدوس على جرح كتفه برجله. وبتتكلم كاب وبتقول ان الطلقة دخلت جسمها وخرجت من الناحية التانية وجت في صدر اخو كيونج. وبتفوق ارك على صوت الالعاب النارية وبتفتكر الذكريات الحلوة اللي قضتها مع كيونج واخوها. وفي الوقت ده بتظهر قدامها بنت من افراد المنظمة وبتكون عايزة تقتل ارك، بس ارك بتقتلها في ثانية وبدون اي مجهود. ولما كاب بتشوف كيونج واخوها ميتين بتغضب جدا وبتسحب سكينة وبتروح لرئيس العصابة. وفي اللحظة دي بيتدخل رجالة المنظمة وبتبدأ معركة تانية بين كاب والمنظمة، وبتبقى كاب متحسرة وخلاص هيضربوها طلقة في دماغها، بس صاحبها بيجمع اخر شوية قوة عنده وبينقذها. وبترجع ارك بعدها لمكان المعركة وبتكون ساحبة معاها البنت اللي قتلتها. واول ما بتشوف كيونج واخوها ميتين بتروح على رئيس العصابة اللي كان بيزحف عشان يهرب وبتدوس على رجله وتكسرها له. وبعدها بتبص ارك لاخر فردين من المنظمة وبيرفع الراجل السكينة في وشها وبيستخف بيها وبقدراتها وبيقول لها انه هيفعصها، بس من غير ما تتحرك من مكانها ارك بتستخدم قدراتها وبتفجر له دراعه اليمين، والراجل ده بيجدد دراعه من تاني. وعلى ما البنت اللي جنبه بتدور وشها تاني الارك بتظهر جنبها ارك بسرعة البرق وبتضربها، وبتروح تاني لرئيس العصابة وبتكسر له عظم رجله عشان تعذبه قبل ما يموت. وقتها بتهجم عليها البنت تاني، بس ارك بتجيبها من وشها وبتستخدم قدرات التخاطر بتاعتها وبتخليها تحط السكينة بنفسها في رقبتها. وبعدها الراجل بيكون جدد دراعه وبيستخدم قدرته عشان يطلع صخور من الارض ويرميهم على الارك، بس ارك بتوقف الصخور دي وبتقطعهم حتت صغيرة حادة زي السكاكين وبتخليهم يلفوا بسرعة حواليه وبتخرطه. واول ما البنت بتشوف زميلها بيتخرط بالطريقة البشعة دي بتخاف وبتهرب. وبتوصل بعدها جاي يون رئيسة منظمة شنغهاي، والبنت اللي هربت بتروح تقف جنبها وبتسألها لو هي تعرف ارك، فبترد عليها جاي يون ان ارك تبقى اختها، وبتمسك جاي يون رقبة البنت وبتكسرها. وقتها جاي يون بتقول لارك انها كانت بتراقبها من ساعة ما خرجت من المعمل وانها تقدر تتواصل معاها عن طريق التخاطر. وبتكمل وبتقول ان عقل ارك مرتبط بعقل مامتها وان مامتها كانت بتدور عليها. وبتمد جاي يون ايديها لارك وبتعرض عليها انها تنضم ليها، بس ارك بتسيبها وبتروح لجثة كيونج واخوها. فبتروح لها جاي يون وبتديها المصل الازرق بتاعها وبتقول لها انه بالمصل ده تقدري ترجعي واحد بس منهم، بس مش هيرجع بشري. وبعدها الاتنين بيروحوا لرئيس العصابة اللي كان عمال يزحف وجسمه كله عروق سودا، وبعدها بيقف فجأة وعينه بتوسع والدم بيخرج من بقه. وبعدها جاي يون بتدي ارك حقنة حمرا في رقبتها وارك بيغمى عليها، وبتقول لها جاي يون انهم رايحين لامهم. وفي قصر بيج بنتها بتقول لها ان التوأمين اتقابلوا وانهم هيدوروا على مامتهم قريب، وبتقول لها ان الوقت جه عشان نستعد. وفي اخر مشهد في الفيلم بنشوف ام التوأم عايمة في حاجة زي المية كده ومتربطة بسلوك وخراطيم كتير جدا، وبينتهي الفيلم وهي بتفتح عينيها. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.